بتحب الطعمية؟ بس فكرت قبل كده، هل هي أكلة صحية ولا ممكن تكون سبب في ارتفاع الكوليسترول والسكر؟ في ناس بتخاف منها وناس بتاكلها كل يوم الصبح، بس إيه الحقيقة؟ في الفيديو ده من قناة حياة صحية سعيدة هنعرف سوا هل الطعمية مفيدة ولا مضرة؟ وإزاي تاكلها بطريقة تخليها أخف على صحتك؟ أول حاجة، الطعمية معمولة من إيه؟ الطعمية بتتعمل من الفول المدشوش أو الحمص، وده بيخليها غنية بالبروتين النباتي والألياف، وده بيساعد على تقليل الشعور بالجوع. كمان فيها كزبرة خضراء وثوم وتوابل، ودي حاجات مفيدة للهضم والمناعة. فين المشكلة بقى؟ المشكلة مش في الطعمية نفسها، المشكلة في طريقة التحضير. لما بنقليها في زيت غزير بتمتص كمية كبيرة جدا من الدهون، وده ممكن يرفع الكوليسترول الضار. كمان لما بتتاكل مع عيش أبيض ومخللات بيحصل ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم، وده خطر لو عندك سكري أو بتعمل دايت. طب إيه الحل؟ لو عاوز تستمتع بالطعمية بس بطريقة صحية، جرب استخدم زيت نظيف للأولي، ويفاضل الزيوت النباتية الصحية زي زيت دوار الشمس أو زيت الذرة. سخن الزيت كويس قبل ما تحط الطعمية عشان تمتص أقل قدر من الزيت أثناء القلي. بعد القلي طلعها على مناديل مطبخ عشان تتخلص من الزيت الزائد. استخدم عيش بلدي أو عيش سن بدل العيش الأبيض. متكترش من الطحينة والمخللات عشان متزودش الأملاح والدهون. ممكن تضيف معاها خضار زي الخس والطماطم عشان تكون وجبة متكاملة ومتوازنة. الوصفة السريعة لتحضير الطعمية: 1. انقع الفول المدشوش لمدة 12 ساعة في مياه. 2. صفيه وافرمه مع بصل، ثوم، كزبرة خضراء وكمون وكزبرة ناشفة. 3. ضيف بيكنج بودر عشان تبقى هشة واعجن الخليط كويس. 4. شكلها كور صغيرة أو أقراص وسيبها ترتاح شوية. 5. سخن زيت غزير على نار متوسطة وقليها لحد ما تبقى ذهبية. 6. طلعها على مناديل مطبخ عشان تتخلص من الزيت الزائد. وبالهنا والشفا. الخاتمة: في النهاية الطعمية مش مضرة في حد ذاتها، لكن طريقة التحضير هي اللي بتحدد لو كانت صحية أو لا. لو عجبتك المعلومات دي ما تنساش تعمل لايك وتشترك في حياة صحية سعيدة عشان يوصلك كل جديد عن الأكل الصحي. شارك الفيديو مع اللي بيحب الطعمية وخليه يعرف إزاي يستمتع بيها من غير ضرر.